اخر حاجه شفناها في الموسم اللي فات ان ديكستر قدر يخلص من السفاح المجنون اللي اسمه ترينتي، ولكن لما خلص ديكستر على ترينتي راح بيته فليه مراته ريتا مقتوله في البانيو وابنه هاريسون على ارضيه الحمام والدم مغطيه، وطبعا كان واضح ان غالبا ترينتي هو اللي عمل كده قبل ما ديكستر يقدر يقتله. تمام، تمام جدا. بيبدا الموسم الجديد من نفس نقطه انتهاء الموسم اللي فات، وبنشوف حاليا ديكستر وهو في حاله صدمه بعد ما ليه ريتا مقتوله، وبياخد دلوقتي ديكستر ابنه هاريسون وبيخرج بيه من المكان عشان ما يفضلش يشوف المنظر الصعب ده بتاع قتل ريتا. وبيكون ديكستر عارف ومتاكد ان ترينتي هو اللي قتل ريتا قبل ما ديكستر يقتله، وده بيكون محسس ديكستر بالذنب لدرجه انه بيفضل يقول ان هو السبب في موت ريتا. مش بيعدي بقى وقت طويل وبيوصلوا لمكان الشرطه، وبيكون معاهم ديبرا وكوين وكمان ماسوكا وغيرهم كتير من الضباط. وحاليا بقى بيدخل ماسوكا وبيبص على ريتا وبيعرف كوين وانجل وماريا ان اللي قتل ريتا هو ترينتي، ندي نفس طريقته في القتل لكتير من ضحاياه، وهو انه يقتلهم في البانيو باستخدام سكينه بيقطع بيها شريان الرجل زي ما شفنا قبل كده ترينتي بيعمل في الموسم اللي فات. بعد كده بقى بيجي محقق لديكستر، والمحقق ده بيكون من القوات الفيدراليه لان هم حاليا اللي ماسكين قضيه ترينتي. وبيعرف المحقق ده ديكستر انه عاوز يحقق معاه، لكن ديبرا بتتدخل دلوقتي وبتعرفه ان ده مش وقته، وبيتفقوا انهم يحققوا مع ديكستر في وقت تاني يعني. بعد كده بقى بيروح ديكستر مع ديبرا للبيت، وبيكون ديكستر لسه مصدوم من كل اللي حصل فبينام. تاني يوم بقى في القسم بنشوف ان كوين وماسوكا قاعدين بيسمعوا مكالمة ديكستر مع الطوارئ، وبيكون كوين مستغرب من طريقة ديكستر في المكالمة دي Just got home and found my wife dead in the bathtub. لان حرفيا ديكستر كان بيتعامل مع الموضوع عادي اكنه ما يخصوش وما كانش منهار ولا اي حاجة خالص. وده بقى اللي بيخلي كوين يبدأ يشك في ديكستر ان ليه يد في قتل ريتا. ده غير ان ماسوكا بيعرف كوين ان ريتا كانت على علاقة بليوت جارهم، وكان ديكستر يعرف بده، وطبعا ده يا صديقي بيزود شكوك كوين ان ممكن يكون ديكستر متورط في قتل ريتا عشان خانته مع إليت. عموما بنرجع لديكستر اللي بيجيله دلوقتي مكالمة من ستور وكودي، واللي كانوا حاليا في رحلة مع جدتهم وجدهم، وطبعا مش بيرضى ديكستر يقول لهم اللي حصل لريتا حاليا، وبيطلب منهم بس انهم يرجعوا للبيت بحيث يبقى يحكي لهم على كل حاجة. بعدها بيروح ديكستر مع ديبرا اخته لمركز كده بيتعمل فيه الجنازات عشان يتفقوا على جنازة ريتا. واثناء ما كانوا بيتفقوا على الجنازه كان ديكستر في عالم تاني خالص لانه بيفضل يفتكر ريتا في اول مره اتقابلوا فيها، وطبعا بيكون حزين جدا وفي حاله صدمه. في كل الاحوال لما بيخلصوا اللي بيعملوه ده بتروح ديبرا عند بيت ديكستر اللي حصلت فيه حادثه قتل ريتا، وبتقابل ديبرا كوين هناك، وبيدخلوا بقى البيت وبيبداوا سوا ينظفوا من اي اثار للدم. ولما بيخلصوا اللي بيعملوه ده بتتكلم ديبرا مع كوين وبتعترف له بحبها، وهو كمان بيعترف لها بحبه. بعد شويه بتمشي ديبرا من المكان، اما كوين فبيكون ماشي، لكن قبل ما يعمل كده بيشوف إليوت جار ديكستر وريتا، فبيروح يتكلم معاه وبيساله عن العلاقه المحرمه اللي كانت بينه وبين ريتا. فبيعرفوا إليوت ان كان بينهم علاقه فعلا، وان ديكستر كان يعرف بده، وعشان كده ديكستر جه مره واتخانق معاه. في الوقت ده بيتصدم كوين وبيحس اكتر ان ديكستر متورط في قتل ريتا، وعشان الموضوع ده يعني بيقرر كوين انه هيدور اكتر واكتر ورا ديكستر. وبناء عليه بيروح كوين وبيقابل ماريا وبيعرفها انه شاكك في ديكستر، لكن طبعا ماريا مش بتسمع للكلام ده لانها بتثق في ديكستر جدا وعارفه انه استحاله يعمل كده في زوجته اللي كان بيحبها. في نفس الوقت ده بيكون ديكستر في شقته القديمه اللي رجع يعيش فيها مع ديبرا، وحاليا بيوصل عنده ستور وكودي مع جدهم وجدتهم، وهم بيشوفهم ديكستر بيعرفهم على طول ان ريتا اتقتلت على ايد ترينتي. في الوقت ده بيزعلوا جدا ستور وكودي، وخصوصا ستور اللي بتشيل ديكستر ذنب موت امها وتعرفوا ان هو السبب، وده بقى بيزعل ديكستر جدا. وتعرف سبب شعور ديكستر بالذنب مش بيقف نهائيا، وعشان كده بيقرر ديكستر انه يهرب. فبيعمل ايه بقى؟ اول حاجه بيعملها ديكستر انه بيروح لريتا وبيودعها لانه مش هيقدر يحضر جنازتها. ولما بيخلص ديكستر اللي بيعمله بياخد المركبه بتاعته وبيمشي في طريقه مش عارف رايح على فين، لحد ما بيقف بقى صديقي عند حانه كده في وسط البحر، وبيدخل الحانه دي مش بيلاقي فيها الا شخص واحد، والشخص ده بيكون رخم حبتين وبيفضل يرخم على ديكستر. وده بقى اللي بيخلي ديكستر يجيب اخره، فبدون مقدمات بيروح للشخص ده وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيقتله، رغم ان ديكستر ما يعرفش مين ده اصلا ولا كان مخطط يقتله اصلا، لكنه بيقتله وبياخد بعضه وبيمشي من المكان ومش بيتخلص من الجثه زي ما بيعمل دايما. بعد كده بقى بنشوف ان الجنازه بتاعت ريتا بتتعمل، وبيحضروا كل الجنازه ما عدا يعني ديكستر. لكن بعد وقت طويل بيوصل ديكستر للجنازه لانه قرر انه مش هيتخلى عن ستور وكودي وابنه هاريسون في وقت زي ده. تاني يوم بيروح ديكستر يقابل الضباط الفيدراليين ويحضر التحقيق معاهم، وحقيقة الضباط مش بيهتموا بأي حاجة، لأن أصلا في الوقت اللي اتقتلت فيه ريتا المفروض إن ديكستر قدام الكل كان هيشارك في مداهمة بيت ترينتي، فبناء عليه مفيش أي شك عليه إن هو اللي يكون القاتل. المهم لما بيخلص ديكستر اللي بيعمله ده بيروح يأجر عربية كده نص نقل بحيث يبقى يشيل فيها العفش بتاعه من البيت بتاعه اللي كان عايش فيه هو وريتا، وينقله للشقة بتاعته اللي عايش فيها حاليا مع ديبرا. العبرة هنا بقى
ان ديكستر بيلاقي العربيه فيها بقع دم، فبيعرف ان الشخص اللي كان مأجر العربيه قبله غالبا ارتكب جريمه في العربيه دي. فبيقرر ديكستر انه هيأجر العربيه دي وهيعرف ايه حكايتها بالظبط ومين اللي مات فيها ومين القاتل، بحيث يعني يعاقبه ويقتله. في نفس اليوم ده بقى بالليل بنشوف ان ديكستر بياخد ابنه هاريسون وبيروح مره تانية للعربيه اللي اجرها دي وبيبدا يفحصها لحد ما بيلاقي فيها اثار دم اكتر واكتر، وبيتاكد ان في جريمه قتل حصلت في العربيه دي. فبناء عليه بيروح ديكستر بيته وبيبدا يبحث عن الشخص اللي كان مأجر العربيه قبله واللي بقى اسمه بويد، وبيشتغل في مجال غريب كده شويه، ان بويد المفروض يعني بيشتغل تبع جمعيه كده بيروح يلم الحيوانات الميته. ايوه هي دي شغلانه بويد. المهم ديكستر بيكون عاوز يقابل بويد بحيث يراقبه ويتاكد هو قاتل ولا لا. فبيعمل بقى ايه؟ بسيطه، ديكستر بيروح في مكان كده وبيبلغ عن حيوان ميت، وطبعا البلاغ ده بيوصل لبويد واللي مش بيفوت وقت طويل وبيجي بنفسه عشان ياخد الحيوان ده. بيقابله وقتها ديكستر، ولما بيقابله بيفضل يتكلم معاه، وملخص الكلام اللي حصل بينهم ان ديكستر مش بيرتاح ليه نهائيا، فبيقرر ان هو يراقبه لحد ما يتاكد انه ده القاتل. على الناحيه التانيه وفي نفس الوقت ده بنشوف ان كوين وديبرا وانجل بيروحوا يحققوا في جريمه قتل غريبه جدا جدا. ببساطه يا صديقي الجريمه دي لقيوا فيها راس ست مقطوعه ومقطوع لسانها ومقتلع عينيها ومرميه في نص الشارع بمعنى الكلمه. وبتيجي حاليا لديبرا بقى شرطيه كده اسمها سيرا، وسيرا دي بتعرف ديبرا ان الطريقه اللي الست دي مقتوله بيها اسمها سانت موريت، ودي الطريقه اللي بيقتلوا بيها المجرمين الفنزويليين الضحايا بتوعهم، وهي انهم بيقطعوا راس الضحيه وبيشيلوا لسانها وبيقتلعوا كمان عينيها. وبتقول سيرا لديبرا ان اللي عملوا كده مجرمين من فنزويلا، ودي بتكون اول معلومه تفيد ديبرا، وعشان كده بتقرر انها تشغل سيرا معاها على القضيه دي لحد يعني ما يوصلوا للقاتل. الفكره بقى يا صديقي ان الجريمه دي ما خلصتش على كده، ان تاني يوم بيجي لديبرا والكل بلاغ عن جريمه قتل جديده حصلت في نفس الحي اللي لقيوا فيه الست اللي راسها مقطوعه. فبتروح بقى ديبرا وبتعاين مسرح الجريمه، وبيكتشفوا ان الميت اللي مات في الجريمه دي هو راجل، وبيكون واضح انه مات بسبب انه ضرب نفسه بالنار. العبره هنا بقى ان ديبرا والكل بيكتشفوا ان الشخص الميت ده يبقى جوز الست اللي ماتت بقطع رقبتها دي، ومن هنا بيعرفوا الكل ان القضيتين ليها علاقه ببعض. وبتخمن ديبرا على فكره ان يا اما الراجل ده قتل مراته بعدها قتل نفسه، يا اما في حد قتلهم هما الاثنين وعايزين ان موت الراجل ده يبان انتحار عشان الشرطه يظنوا ان هو اللي قتل مراته. وبتقرر ديبرا بقى انها هتدور في الموضوع كويس لحد يعني ما تعرف مين القاتل بالظبط. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان كوين بيقابل ماريا وبيسالها الفيدراليين وصلوا لايه بالظبط في قضيه ترينتي، فبتعرفوا ان الفيدراليين وصلوا ان ترينتي كان ليه صديق اسمه كايلر باتلر، وغالبا لو وصلوا لكايلر ده هيوصلوا لترينتي. وبتوري بعد كده ماريا صور رسموها لكايلر باتلر ده بناء على وصف عائله ترينتي ليه، ولما بيشوفوا كوين الصوره دي بيلاحظ على طول ان كايلر باتلر ده شبه ديكستر جدا. بيحتفظ كوين بالصوره دي وبيقرر ان هو يتاكد من الموضوع ده بنفسه. على الناحيه التانيه وفي نفس اليوم ده بنشوف انجل سهران في حانه كده مع ماسوكا، والمشكله هنا بقى ان بيجي الانجل ظابط زميل اسمه لوبيز وبيفضل بقى يتريق على ماريا مرات انجل، فانجل مش بيقدر يمسك نفسه وعلى طول بيضرب لوبيز. وخليك بقى يا صديقي فاكر الموضوع ده لانه هيعمل مشكله كبيره قدام. المهم بنسيب بقى انجل ومشاكله وبنرجع مره تانية لديكستر اللي بيكون لسه بيراقب بويد، وبيقدر ان هو يوصل لبيت بويد وبيفضل يدور في البيت على اي شيء يثبت ان بويد ده قاتل. واثناء ما كان ديكستر بيدور في بيت بويد فجاه بيجي بويد للبيت، فبيستخبى ديكستر وبيلاقي ديكستر دلوقتي ان بويد ده مجنون شويه، انه مثلا بيشغل حاليا تسجيلات لشخص اسمه جوردن، وجوردن ده بيدي دايما محاضرات عن الذات والتطوير والكلام ده يعني. وبيكون بويد حافظ كلامه كويس جدا وبيفضل يردده حرفيا معاه. وخليك صديقي فاكر جوردن ده كويس قوي لاننا يعني هنحتاجه قدام. المهم ديكستر بعد كده بيستمر في مراقبه بويد لحد ما يلاقي بويد بيروح لبحيره كده، وبيفضل زي ما هو يبص على براميل في البحيره دي. فبيشك ديكستر وبيروح للبراميل دي وبيفتحها، فبيلاقي فيها جثث بنات محفوظه في ماده كده عشان يعني ما نتحللش. وبيعرف ديكستر من هنا ان بويد بيقتل البنات دول بعد ما بيعذبهم وبيحتفظ بيهم في البراميل دي عشان يقدر يجي يبص عليهم وكانه بيفتخر بجرايمه. وبسبب بقى كل ده بيقرر ديكستر ان بويد فعلا مذنب وانه خلاص لازم يقتله، وهنشوف هيعمل ده ازاي ولكن قدام. بعد كام يوم بقى من كل ده بنشوف ان ديكستر وديبرا بيقابلوا اكتر من ست كده عشان يعني يختاروا واحده منهم تكون مربيه لهاريسون، لان طبعا لا ديكستر ولا ديبرا هيكونوا فاضيين طول الوقت ده عشان يبقوا مع هاريسون. المهم بعد تدوير كتير ومقابلات اكتر بيستقروا على ست كده اسمها سونيا، وبيقرروا يخلوا سونيا دي هي مربيه هاريسون. بعدها بتروح ديبرا على الشغل، وحاليا بتجتمع ديبرا وكوين وماريا وانجل وماسوكا والكل، وبيشوفوا فيديو كده اتصور للراجل اللي قتل نفسه ده جوز الست اللي قلت لكم يعني انها اتقتلت واتقطعت رقبتها.
المهم يعني ان بيظهر في الفيديو ده الراجل وهو رايح للخزنه بتاعته في البنك وبيحاول يفتحها عشان يجيب منها فلوس كده، لكنه من التوتر بينسى الرقم السري بتاع الخزنه ومش بيعرف يفتحها. ومع الفيديو ده بتقول ديبرا ان غالبا كده الراجل ده هو ومراته كانوا مهددين، وكان بيحاول يفتح الخزنه عشان ياخد منها فلوس يديها للناس اللي هددوهم، لكنه من التوتر ما قدرش يعمل كده، فبالتالي الناس اللي بيهددوه قتلوه هو ومراته. والكل بيقتنعوا على فكره يا صديقي دلوقتي بكلام ديبرا، وبيقرروا يدوروا على القاتل من منظور ديبرا. بعدها بتنزل ديبرا بقى وكوين وانجل للحي الفنزويلي، وبيفضلوا يسالوا هناك عن اي شخص وعن مين ممكن يكون قتل الراجل ده ومراته، لكن ما حدش بيجاوب، وبيكون واضح ان الكل خايفين، وده بياكد لديبرا والكل ان في مجرم الكل خايف منه وانهم لازم يوصلوا له باي شكل ممكن. بعدها بقى بتنزل ديبرا وسيرا للحي الفنزويلي، وبيقابلوا هناك شخص كده اسمه فوزي، والشخص ده بقى بيعرفهم انه يعرف معلومات عن الزوجين اللي اتقتلوا، وانه هيديهم المعلومات دي اللي تفيدهم بس مش دلوقتي. وطبعا ده بيفرح سيرا وديبرا وبيحسوا انهم بيقربوا للقاتل. بعد كده بتيجي سيرا مره تانية لديبرا، وبتعرف ديبرا انها اتكلمت مع فوزي وعرفها انه شاكك في 2 اخوات انهم هما اللي قتلوا الراجل ومراته ده عشان يعني يسرقوهم. وبتقول سيرا لديبرا انهم لازم يروحوا لفوزي ويعرفوا منه معلومات اكتر عن الاخوات دول واللي اسمهم الاخوين فوانتس. في الوقت ده بتوافق ديبرا وبتاخد سيرا وبيروحوا بقى هما الاتنين عشان يقابلوا فوزي، لكنهم لما بيوصلوا بيلاقوا فوزي ده اتقتل واتقطعت رقبته واتشال لسانه واقتلعت عينه، يعني نفس القتله اللي قتلوا الراجل ومراته هم اللي قتلوا فوزي عشان يتكلم مع الشرطه. بعد كده بقى بيجي ماسوكا وكوين لمسرح الجريمه بحيث يعينوا المكان، وبنشوف في الوقت ده ان كوين بيتصل بالضابط الفيدرالي اللي بيشرف على قضيه ترينتي، وبيعرف الضابط ده انه عاوز يقابل عائله ترينتي لانه شاكك انه يعرف مين كايلر باتلر. وبيكون كوين عاوز يقابل العيله عشان يوريهم صوره ديكستر ويعرف هل هو ده كايلر باتلر ولا لا. فبيعرفوا الضابط الفيدرالي انه هيحاول يظبط له مقابله كده مع العيله وهيكلمه تاني، وبيقفل معاه المكالمه. بعدها بقى بنشوف ماريا وهي في شغلها، وبيجي لها حاليا ضابط من الشؤون الداخليه اسمه جيم، وجيم ده بيعرف مريم ان جوزها انجل اتخانق مع ضابط لوبيز في الحانه ولازم يعتذر للوبيز عشان ما يرفعش على انجل قضيه تقعده في البيت للابد. فبتقلق ماريا وبتعرف جيم بقى انها ممكن تعمل اي حاجه عشان يعني انجل يستمر في شغله، ولسه ما نعرفش الصراحه ماريا ناويه تعمل ايه في مقابل ده. اما دلوقتي فبنرجع لديكستر اللي كان حاليا بيراقب بويد في مطعم كده، وبنشوف ان بويد بيشوف ديكستر وبيفتكر لما ديكستر سبق وكلمه عشان يعني يجي ياخد حيوان مقتول لو تفتكر. والمهم يعني ان بويد بيروح يتكلم مع ديكستر وبيتصاحبوا، وطبعا مش بيعرف ديكستر بويد هويته الحقيقيه، بس المهم ان بويد بيعرض على ديكستر يشتغل معاه، فبيوافق ديكستر وبيقرر ان بكره هينزل يشتغل مع بويد ويستغل الفرصه المناسبه عشان يقتله. وفعلا تاني يوم بيتحرك ديكستر مع بويد وبيشتغل معاه لحد ما بيروحوا لمكان مقطوع كده، وبيقرر ديكستر انه هيخدر بويد في المخزن ده ويقتله. وفعلا بيطلع ديكستر الحقنه المخدره بتاعته وبيخدر بويد، بس بويد قبل ما يتخدر ويفقد الوعي بيطلع مسدس المخدر وبيضرب ديكستر طلقه بتخدره هو التاني. بعد شويه بقى بيفوق ديكستر فبيلاقي نفسه هو وبويد في عربيه الاسعاف، ان في ناس لقيوهم مغمى عليهم وطبعا يعني طلبوا الاسعاف. المهم بيتنقلوا هما الاثنين للمستشفى، وبيكون بويد عارف ان ديكستر كان عاوز يقتله، فبيقرر بويد ان هو يقتله. فبيستنى بويد بقى لما الدكاتره بيبعدوا عنه، وبيقوم يدور على ديكستر في المستشفى بحيث يقتله، لكنه بيلاقي ديكستر هرب فبيتجنن وبيمشي من المكان وبيرجع على بيته من جديد. في البيت بقى بيحس بويد بحركه غريبه، فبيجيب مسدس وبيلف يشوف مين اللي في البيت لحد ما بيظهر ديكستر من العدم وبيخدر بويد. وكالعاده بيربط ديكستر بويد، ولما بيفوق بيعرفوا ديكستر كل جرايمه في حق البنات اللي كان بيعذبهم ويقتلهم، بعدها بيقتله. ولحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان بيلاقي ديكستر ان في ست في البيت بتاع بويد اسمها لومين، وبتكون لومين دي شافت كل حاجه وشافت ديكستر وهو بيقتل بويد، وبتحاول دلوقتي لومين انها تهرب لكنها بيغمى عليها، وبيلاقي ديكستر انها تعبانه جدا بسبب التعذيب اللي كانت متعذباه. فبيعرف ديكستر ان اكيد بويد كان حافظها عنده وبيعذبها وقريب كان هيقتلها لكنه ملحقش. وبيكون ديكستر عارف ان لومين دي شافته كويس، فبيكونش عارف يتصرف ازاي ولا يعمل ايه، لكنه بيقرر انه مش هيقتلها لانها بريئه ولا تستحق الموت. بعد كده بقى بنشوف ان ديكستر بيفضل يعالج جروح لومين دي، ووسط كل ده بتفوق لومين وبتحاول تهرب، لكن ديكستر بيوقفها وبيديها مخدر بقى تاني فبيغمى عليها. بعد كده ديبرا بتتكلم مع ديكستر وبتعرفه انها عايزاه في مسرح جريمه قتل، فبيقرر ديكستر ان هو يروح لها، وبيقرر يسيب لومين هنا لحد يعني ما يشوف هيعمل ايه معاها. بعدها بيروح ديكستر لمسرح جريمه القتل واللي بيكون بتاع فوزي اللي اتقتل ده، ومع فحص المكان بالكامل بيقدر ديكستر يكتشف عقب سجاره كده موجود في المسرح بتاع الجريمه، وواضح انه بيرجع للقاتل اللي قتل فوزي. فبيقرروا ان هم ياخدوا عقب السيجاره ده ويفحصوه كويس عشان يحددوا صاحبه واللي هو اكيد القاتل اللي يعني قتل فوزي. وفعلا بياخدوا عقب السيجاره ده وبيفحصوه كويس، وبيعرفوا ان صاحبه واحد كان من الاخوين فوينتس زي ما فوزي قال قبل كده، وبيقدروا كمان يحددوا مكان فوينتس ده فين. فبياخدوا بعضهم وبيروحوا للفندق اللي هو فيه عشان يقدروا يوصلوا له.
وبتفضل بقى ديبرا تلف هنا وهناك عشان تدور على الاخوين فوينتس، لحد ما بتلاقي واحد منهم اسمه كارلوس فوينتس في وشها موجود ومثبت واحد باستخدام منجل كده، وبيقول كارلوس ده لديبرا دلوقتي انها لو بلغت باقي الضباط اللي معاها انها لقيته هيقتل الشاب اللي هو مثبته ده حالا. بتخاف ديبرا ومش بترضى تبلغ حد، وساعتها كارلوس ده فورا بيقتل الشاب اللي مثبته وبيهرب من المكان. وقتها بتحاول ديبرا تضرب عليه نار لكنها مش بتقدر تصيبه وبينجح في انه يهرب. اما الشاب اللي اتقتل ده بيكون ما ماتش بالكامل فبيتنقل على المستشفى على طول. على الجانب الاخر بقى بتتكلم ماريا مع انجل وبتطلب منه ان هو يروح للوبيز ويعتذر له عشان يعني تنهي المشكله دي مع الشؤون الداخليه. فبيوافق انجل وبيروح لوبيز المستشفى وبيعتذر له، وبيقرر لوبيز انه خلاص مش هيقدم شكوى عن انجل تاني والموضوع هينتهي. بس المشكله ان انجل بيلاقي جيم لسه بيجي للاسم وبيقابل ماريا على انفراد، فبيبدا انجل يتجنن ويشك ان ماريا بتخونه مع جيم من وراه. فبالتالي بيقرر انجل ان هو هيراقب ماريا ويعرف ايه حكايتها بالظبط مع انجل ضابط شؤون الداخليه ده. على الناحيه الثانيه بقى بنشوف ان كوين بيحاول يوصل لعائله ترينتي، بس الضابط الفيدرالي المتولي القضيه دي بيرفض يعرفه المكان اللي العيله بتاعه ترينتي عايشين فيه. فبالتالي بيبدا كوين يراقب الضابط الفيدرالي ده كويس لحد ما بيقدر يعرف مكان بيت عائله ترينتي. وفي مره بيقدر كوين ان هو يقابل جونا ابن ترينتي لو تفتكروا، وبيوري له دلوقتي صوره ديكستر وبيساله هل ده كايلر باتلر ولا لا. لكن جونا مش بيرد على كوين، وبيجي دلوقتي ظابط المفروض يعني ان هو بيحمي جونا وبيثبت كوين وبيبعده عن جونا تماما. طبعا الحوار ده بيوصل لماريا، فبتستدعي بقى كوين وبتطلب منه ياخد اجازه بدون مرتب كعقاب عن اللي بيعمله حاليا. فبيوافق فعلا كوين وهو متضايق وبيتفقوا على كده. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان ديكستر بيروح دايما للومين وبيحاول ان هو يعالجها من اللي هي فيه حاليا. وفي مره بيدخل ديكستر على لومين بيلاقيها واقعه على الارض وفاقده للوعي، فبيروح ديكستر يشوفها وهوب بتفوق لومين وبتطلع عامله مقلب في ديكستر وهي اللي بتضربه وبتهرب من المكان بسرعه. فبيجري بقى ديكستر وراها وبيحاول يوصل لها، وفعلا بعد عناء كبير بيقدر يوصل لها وبيتكلم دلوقتي مع لومين وبيقول لها انه مش مجرم ولكن قتل بويد عشان يستاهل وعمل فيكم وفي غيرك كتير جدا. وبياخد بعد كده ديكستر لومين وبيروح بيها البحيره اللي بويد محتفظ فيها بجثث البنات اللي قتلهم، وبيوري ديكستر لومين الجثث دي وبيعرفها ان بويد كان هيعمل كده فيها لولا انه قتله وانقذها. وبيطلب بقى ديكستر من لومين انها تنسى اللي شافته ده تماما، وان ديكستر قتل بويد وتاخد بعضها وترجع مدينتها لانها اصلا من مدينه تانية خالص غير ميامي. فبتقول لومين لديكستر ان مش بويد بس اللي عمل فيها كده، ولكن بويد عنده اصدقاء بيخطفوا البنات سوا وبيعذبوهم، وانها مش هتمشي من هنا غير لما توصل لباقي شركاء بويد اللي عذبوها معاه. في الوقت ده بيتصدم ديكستر وما نعرفش الصراحه لسه هيعمل ايه، ولكن هنعرف قدام. تاني يوم بيروح ديكستر للومين في مطعم كده وبيطلب منها انها ترجع مدينتها وتنسى كل حاجه في ميامي، لكن لومين بترفض كالعاده وبتعرف ديكستر انها هتوصل لكل اللي اذوها مع بويد وهتخلص عليهم. ورغم ان لومين عندها مشاكل كتير اهمها انها ما شافتش وش الناس شركاء بويد دول لانهم كانوا دايما مغميين عينيها، لكنها بتقرر انها برضه هتوصل لهم باي شكل ممكن. المهم ديكستر بيسيبها بقى وبيرجع يبحث ورا بويد على امل ان يوصل لاي حاجه تدل على شركاء ليه، لكنه مش بيوصل لحاجه خالص. فبياخد بقى ديكستر بعضه وبيروح بيت بويد يمكن يوصل لاي شيء في البيت يدل على شركاء، لكن مع بحث ديكستر في البيت مش بيلاقي اي حاجه مهمه غير اثار كده لشخص ما دخل البيت. فبياخد الاثار دي وبيحللها كويس عشان يشوف بترجع لمين، فبيكتشف انها بترجع للومين. فبيعرف ان لومين بتدور ورا بويد كويس جدا عشان تعرف شركائه، وعشان كده اقتحمت بيت بويد. المهم ديكستر بياخد بعضه وبيروح للفندق اللي قاعده فيه لومين وبيقتحم الغرفه بتاعتها، فبيلاقي ان لومين عامله تحليلات كده لكل حاجه لقيتها في بيت بويد، وكمان حددت واحد من شركاء بويد وبتقرر تقتله. طبعا بيلاقي ديكستر على لومين فبيروح يقابلها في المطعم، وبيحاول ديكستر بقى ان هو يقنع لومين انها تبعد عن الناس دول وتشوف حياتها، لكن لومين بترفض وبتعرفه انها هتكمل ورا كل شركاء بويد لحد ما تخلص عليهم. المهم ديكستر بقى يا صديقي بيقرر ان هو اللي هيقتل الشخص اللي لومين حددته ده بحيث يضمن انها ما تتاذيش او تودي نفسها في داهيه وهي بتقتله. بالتالي بيروح ديكستر للشخص ده وبيخطفه وبياخده لمكان كده يقتله فيه. بس لما ديكستر يقتله بيشوف ان الشخص ده في رجله سوار بتاع المراقبه، وبيعرف ديكستر ان الشخص ده لسه خارج من السجن وبيتراقب ومتحدد اقامته في مكان معين ومش بيقدر ان هو يفرق المكان ده. فبالتالي الشخص ده استحاله يكون قرب للومين لانه ما يقدرش يتحرك من مكانه اصلا، وهو بس كان صديق بويد مش اكتر من كده، وعشان كده لومين افتكرته ان هو شريك ليه. وعشان بقى كل ده بيقرر ديكستر انه مش هيقتل الشخص ده وبياخده وبيرجع للمكان اللي خطفه منه. تاني يوم بنشوف لومين بتروح بمسدس كده لعند الشخص ده وبتكون هتقتله، لكن قبل ما تعمل كده بيجي ديكستر وبيوقفها وبيعرفها حاليا ان الشخص ده مظلوم وانه استحاله يكون قرب ليها، فبتصدقه لومين وبتقرر ما تقتلوش. بعدها بيقدر ديكستر بقى يقنع لومين انها تمشي من المدينه وترجع مدينتها، فبتوافق لومين وبيروح بقى ديكستر يوصلها لحد المطار. لما بيمشي بقى ديكستر بتفضل لومين تفكر هل تمشي من هنا ولا لا،
وفي النهايه بتقرر انها هتفضل في ميامي لحد ما تنتقم من كل شركاء بويد، وفعلا بتخرج من المطار وبترجع لميامي عادي خالص. ولكن على الناحيه التانيه يا صديقي بنشوف ان انجل لسه بيراقب ماريا وجيم لحد ما بيلاقي ماريا وجيم بيدخلوا الفندق كده، فبيتجنن انجل وبيعرف بقى انهم بيخونوا، فبيدخل الفندق ده وراهم وبيكون هيتخانق مع جيم ويضربه. بس قبل ما يعمل كده ماريا بتوقفه وبتعرف انجل انها مش بتخونه، لكنها كانت بتشتغل مع الشؤون الداخليه في مهمه كده عشان يوقعوا ضابط فاسد اسمه ستان ليد، وان دي اصلا مهمه بتعملها ماريا عشان انجل نفسه ما تحصلوش اي مشاكل مع الشؤون الداخليه. وبيشوف انجل دلوقتي ستان وهو مقبوض عليه، وطبعا بيصدق اخيرا ان ماريا مش بتخونه وبيعتذر لها يعني، بس ماريا مش بتقبل اعتذاره وبتفضل زعلانه منه عشان يعني شك فيها، وده حقها الصراحه. اما بقى ستان اللي قلت لك يا صديقي ان ماريا وجيم كانوا بيوقعوه، بنشوف انه بيروح دلوقتي الحانه كده وبيقابل كوين وبيطلعوا اصحاب. ولما بيعرف كوين ان ستان اتوقف عن العمل بيطلب منه ان هو يراقب له ديكستر كويس جدا ويعرف ديكستر ده مخبي ايه بالظبط وبيعمل ايه في حياته. فبيوافق ستان وبيتفقوا على كده، ولسه ما نعرفش الصراحه هل ستان هيقدر يمسك حاجه على ديكستر ولا لا، ولكن هنشوف قدام. على الناحيه الثانيه بقى بنشوف ان ديبرا لسه مكمله في البحث ورا الاخوين فوينتس، لحد ما بتكتشف ديبرا زوجين اتقتلوا من فتره بعد ما الاخوين فوينتس سرقوهم. بتروح ديبرا دلوقتي بيت الزوجين دول مع سيرا وبيلاقوهم مقتولين، وبالشكل ده بينضموا ضحايا جداد لضحايا الاخوين فوينتس، وكل ده بيزيد ديبرا اصرارا انها توصل ليهم قبل ما يقتلوا ناس مالهمش اي ذنب تاني. تاني يوم بقى بنشوف ديكستر بيروح شغله، وحاليا بيتعمل اجتماع بيحضره ديكستر وديبرا والكل حرفيا. وفي الاجتماع ده بتقول ديبرا للكل انها حددت مالها ليلي كده دايما الاخوين فوينتس بيسهروا فيه، وانهم لازم يروحوا المالها الليلي ده يراقبوه لحد ما يوصلوا لهم. فبيوافقوا الكل على كلام ديبرا وبيقرروا يعملوا كده. في الليل بقى بنشوف ان ديبرا وانجل بيراقبوا المالها ده من بره، اما جوه المالها فكان موجود كوين وسيرا، بحيث يعني لو الاخوين فوينتس وصلوا للمكان يقبضوا عليهم. وبيفضلوا الكل قاعدين، ولكن الاخوين فوينتس لسوء الحظ مش بيظهروا في المالها الليله دي. في نفس الوقت ده بقى يا صديقي بنشوف ان ديكستر بيروح يخطف شخص كده عشان يقتله، لان الشخص ده ديكستر عمل عنه فحوصات وابحاث كتير وعرف انه قاتل، فبالتالي قرر يقتله عشان يعني يفض شويه غضب من جواه زي ما بيعمل دايما مع اي حد بيتاكد انه قاتل. المهم ديكستر حاليا بعد ما خدر الشخص ده وخطفه كان هيقتله، بتجيله دلوقتي مكالمه لا على البال ولا على الخاطر. المكالمه دي كانت من لومين، بتعرفوا لومين دلوقتي انها ما هربتش من ميامي، ومش بس كده بتعرفوا كمان انها قدرت توصل لواحد من جماعه بويد اسمه دان، وانها ضربت دان ده طلقه كده عشان تخلص عليه، وحاليا هو واقع قدامها جثه هامده ومش عارفه تعمل ايه. طبعا في الوقت ده ديكستر بيتعصب، لكنه بيقرر يساعد لومين وبيسال بقى لومين هي مكانها فين بالظبط. بتعرفوا انها في مكان معين كده في المينا. فعلى طول بياخد ديكستر بعضه وبياخد معاه القاتل اللي كان هيقتله ده وهو متخدر، وبيحطه في شنطه العربيه، وعلى طول بينطلق على المينا. فبيلاقي هناك لومين مستنياه في مكان كده معين، فعلى طول بياخد ديكستر لومين وبيروح بيها عند المكان اللي المفروض فيه جثه دان اللي هي قتلته، لكنهم حاليا مش بيلاقوا دان. وبشويه تفكير بسيط كده بيعرف ديكستر ان دان ده ما ماتش واكيد هرب هنا ولا هنا. فبيلف بقى ديكستر ولومين يدوروا عليه، وفي نفس الوقت ده بنشوف ان دان بيبلغ الشرطه ان اتضرب عليه نار، والبلاغ ده طبعا بيوصل لديبرا اللي كانت لسه زي ما هي بتراقب المالها الليلي. وبما ان الاخوين فونتس ما وصلوش لغايه دلوقتي بتاخد ديبرا ماسوكا وبيروحوا عشان يشوفوا البلاغ ده. في الاثناء دي بيكون لسه ديكستر ولومين بيلفوا هنا وهناك لحد ما بيقدروا انهم يلاقوا دان فعلا، واللي فعلا بيكون ما ماتش. وبيفضل دان بقى حاليا يقول لديكستر انه دكتور محترم، وانه ما يعرفش لومين ده ولا عمره عذبها واغتصبها زي ما هي يعني بتتهمه. في الاثناء دي بتكون لومين واثقه في كلامها ده وان دان من جماعه بويد، بس ديكستر مش بيقتنع بكلام لومين، فبياخدها بعيد بقى عن دان وبيتكلم معاها عشان يتاكد منها هل دان ده فعلا واحد من جماعه بويد ولا لا. ولكن اثناء ما كانوا بيتكلموا فجاه بيسمع ديكستر دان وهو بيتكلم في التليفون، فبيدخل ديكستر عليه هو ولومين بيلاقوا دان بيكلم واحد من جماعه بويد، وبيعرفوا بقى ان البنت اللي اسمها لومين اللي كانوا خاطفينها رجعت تاني وحاولت تقتله. في الوقت ده بيتاكد ديكستر من كلام لومين وان دان ده مذنب وانه من جماعه بويد، فبالتالي ديكستر بيقتله. لحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان ديكستر فجاه بيلاقي الشخص اللي كان خاطفه ده عشان يقتله هرب هو التاني من العربيه، فبيفضل ديكستر يجري وراه عشان يوصل له. والمشكله ان في نفس الوقت ده بتوصل ديبرا وماسوكا للمكان، فبيفضل ديكستر يسابق الزمن حرفيا لحد ما بيوصل للشخص ده وبيقتله فورا هو كمان. بعد شويه بتوصل ديبرا وماسوكا عند ديكستر، وبياخدهم بقى ديكستر للمكان اللي فيه دان، وبيوريهم ديكستر ان دان ده مقتول وقدامه يعني الشخص التاني اللي ديكستر قتله، وبيبين ديكستر الموضوع يعني اكن دان والشخص ده قتلوا بعض. فبتصدق بقى ديبرا والكل الكلام ده، وبتنتهي المشكله على خير. بعد بقى ما الليله خلصت يا صديقي بيروح ديكستر للاخت لومين وبيعرفها حاليا انه هيساعدها توصل لكل اللي عملوا فيها كده مع بويد عشان يقتلوهم، وهم قتلوا دان وبويد واي حد تاني هيلاقوه هيخلصوا عليه. فبتفرح لومين جدا وبتشكر ديكستر انه هيساعدها. بعد فتره من كل ده يا صديقي بنشوف شخص كده اسمه كول، وكول ده من جماعه بويد بالمناسبه،
المهم اننا بنشوف ان كول ده بيروح للبحيره اللي فيها جثث البنات في براميل كده، وبياخد كل الجثث دي وبيحملها على عربيته، وبيمشي بقى بالجثث دي عشان يتخلص منها. وبنعرف ان كول عارف ان في حد بيصطاد في جماعه بويد، والحد ده قتل بويد ودان، واكيد الدور على كول نفسه. فبالتالي كول حاليا بياخد البراميل دي بحيث يعني يتخلص منها ومفيش اي دليل يكون عليه. بس المشكله ان كول وهو ماشي في السكه في عربيه بتخبط فيه، وطبعا كل البراميل بتقع على الارض. بعد شويه بقى من كل ده بيروح ديكستر وديبرا وكوين وانجل والكل لمسرح الجريمه اللي حصلت فيه الحادثه بتاعت كول. وطبعا يعني بيلاقوا الكل دلوقتي ان كول ده هرب من المكان اصلا، وجثث البنات اللي قتلها بويد وجماعته مرميه في نص الشارع حرفيا. بس مش دي المفاجاه. المفاجاه انهم لما بيبحثوا على العربيه اللي كان راكبها كول بيكتشفوا انها متسجله باسم جوردن تشيس. ولو ما تعرفش يا صديقي، جوردن تشيس ده هو الشخص اللي بيدي محاضرات تحفيز، وقلت لك ان الاخ بويد كان بيحبه قوي، ركز معايا افتكر. المهم في الاثناء دي لما كانوا الكل بيعاينوا مسرح الجريمه بتيجي مكالمه لكوين من ستان، وبيعرفوا انه كان بيراقب ديكستر وعرف انه على علاقه غريبه ببنت كده، وبيكون قصد ستان هنا على لومين. فبيطلب كوين من ستان ان هو يحاول يعرف مين البنت دي وايه علاقتها بالظبط بديكستر، فبيوافق ستان وبيتفقوا على كده. المهم بعد شويه بيروحوا الكل للاسم، وفي الاسم بقى بيوصل للمكان جوردن تشيس، وبيكون معاه مساعده ومدير الامن الخاص بيه واللي يبقى كول. المهم ان جوردن وكول بيقعدوا مع ماريا وانجل، وبيعرفهم حاليا ان العربيه اللي كان فيها جثث البنات هي فعلا ملك جوردن تشيس. لكن بيعرفوهم برضو ان العربيه دي اتسرقت من كام يوم، واللي سرقها هو اكيد اللي نقل فيها كل الجثث دي يعني بره جوردن تشيس خالص. طبعا كول وجوردن يا صديقي بيكذبوا، ولكن ان مفيش اي دليل عليهم محدش بيقدر يعمل لهم اي حاجه. بس انجل وماريا ما بيكونوش مرتاحين ليهم خالص، وبيقرروا يدوروا وراهم اكتر. اما ديكستر بقى فهو كمان ما كانش مرتاح ليهم، وعشان كده بياخد صور لجوردن ده وكول، وبياخد ديكستر بعضه وبيروح للومن، بيوريها بقى صور الاتنين وبيسالها هل حد في الاتنين دول من جماعه بويد. فبتعرفوا لومن ان كول ده من جماعه بويد، وانه كان من ضمن الناس اللي بيعذبوها. فبس من هنا بقى ديكستر بيقرر انه لازم يخلص من كول ده تماما. المهم ديكستر بقى يا صديقي بيقرر انه هيقرب الشرطه البويد اكتر ويخليهم يشكوا فيه، عشان يعني يسيبوا كل ديكستر نفسه يبقى يخلص عليه براحته. فبناء عليه بيروح ديكستر ولومن لبيت بويد، وبياخدوا ادله وبيحطوها في العربيه بتاعت جوردن بحيث يعني يثبتوا ان هو المتهم مش كول او جوردن. وبالفعل يا صديقي بعد بحث ديبرا والكل في العربيه بيقدروا ان هم يوصلوا لبويد، وطبعا بيتهموه بكل الجرائم، وبيقرروا ان هم يدوروا عليه لان طبعا محدش يعرف انه اتقتل على ايد ديكستر. المهم بعد كده بيستدعوا جوردن وكول وبيتكلموا معاهم بخصوص بويد، لكن الاتنين بينكروا انهم يعرفوه تماما. بعدها بيخرج جوردن وكول من الاسم وبيتكلموا سوا، فبنعرف من كلامهم ان الاتنين مشتركين مع بويد. مش بس كول، لا جوردن كمان كان بيشترك في جرائم تعذيب وقتل البنات دول. ولسه ما نعرفش الصراحه هل ديكستر ولومن هيقدروا يكتشفوا ان جوردن من ضمن العصابه ولا لا. المهم في نفس اليوم بالليل بيروح ديكستر ولومن عند بيت كول بحيث يعني يدخلوا يخلصوا عليه. في الوقت ده بيسيب ديكستر لومن قدام البيت، وبيدخل هو يقلب في بيت كول عشان يشوف هيقتله ازاي. واثناء ما كان ديكستر بيلف في البيت بيلاقي صوره كده بيظهر فيها كول وهو صغير مع 4 اشخاص اخرين منهم بويد ودان، وبيعرف ديكستر ان الصوره دي فيها كل العصابه او الجماعه بتاعت بويد اللي لازم يعني يوصل لهم ويخلص عليهم. المهم اثناء ما كان ديكستر بيلف في بيت كول فجاه بيجي كول وبيفضل يخنق في ديكستر عشان يقتله من غير ما يشوف وش ديكستر اصلا. بس قبل ما كول يأذي ديكستر بتوصل للمكان لومن وبتضرب كول فبيغمى عليه. ساعتها بقى بياخد ديكستر الصوره اللي لقيها دي وبياخد لومن وبيهربوا من المكان، وبيقرروا انهم يعرفوا كل اللي في الصوره دي ويخلصوا عليهم مع كول، لان على فكره كل دول هم العصابه اللي عملوا كده في لومن وفي البنات، وهنشوف قدام بقى هيوصلوا لهم ولا لا. على الناحيه الثانيه بقى بنشوف ان ديبرا وانجل وكوين وسيرا والكل بيروحوا للملهى الليلي اللي بيترددوا عليه الاخوين فوينتس بحيث يعني يقبضوا عليهم. وفعلا بيوصلوا الاخوين فوينتس للمكان وبيقدروا يكشفوا الكمين اللي حصل ده. فطول بيضربوا نار وبيقدروا ان هم يقتلوا بنتين في الملهى وبيكونوا هيهربوا، لكن ديبرا بتقدر توصل لكارلوس فوينتس اللي كان هيقتل بنت تانية في الملهى، لكن ديبرا بتكون اسرع منه وبتديله طلقه في دماغه بتخلص عليه في الحال. اما بقى ماركو فوينتس اخوه بيتقبض عليه وبتخلص القضيه دي اخيرا، ولكن بخسائر كبيره جدا. وبتكون ديبرا خايفه لانها عارفه انها هتشيل المسؤوليه على البنات اللي ماتوا في الملهى النهارده بدون اي ذنب. لكن كل ده ولا بيفرق مع ديبرا نهائيا، وبيكون اهم حاجه بالنسبه لها انها خلصت من القضيه المقرفه دي. على العموم تاني يوم بقى بنشوف ديكستر حاليا في ندوه كده من ندوات جوردن تشيس، وطبعا ديكستر مش هنا عشان يعني يسمع كلام عن تنميه الذات والجو ده، لا ديكستر موجود هنا حاليا لانه بيراقب كول عشان يشوف هيقتله ازاي ما قلنا قبل كده. المهم لما بتخلص نص الندوه بيخرج ديكستر بره المكان يرتاح شويه،
وفي الوقت ده بيجي له كول وبيعرفوا ان جوردن تشيس شافه وانه فاكر انه قابله في الاسم، فبالتالي عايز يتكلم معاه. وقتها بيستغرب ديكستر وبيروح لجوردن فعلا، وبيعرفوا جوردن في الاثناء دي انه يعرف بقصه مراته ريتا وانها ماتت على ايد ترينتي وكل الكلام ده. وبيفضل بقى جوردن يعزي ديكستر، وبيدي ديكستر كمان هديه يديها لابنه هاريسون. طبعا بيستغرب ديكستر لكنه يعني بياخد الهديه دي ومش بيعلق كتير. بعدها بيروح جوردن للومن وبيعرفها انه هيقتل كول في نفس الفندق اللي فيه الندوه بتاعت جوردن، فبتوافق لومن وبيتفقوا على كده، وبيدي ديكستر للومن مجموعه كده من الطلبات تشتريها لانهم يعني هيحتاجوها لما يجوا يقتلوا كول. تاني يوم بقى بتروح لومن فعلا تشتري الطلبات اللي ديكستر قال عليها، ولكن في الوقت ده بتعمل لومن حادثه وبتخبط في عربيه ستان، والعلم ستان هو اللي قصد ان لومن تخبط فيه. حاليا بيطلب ستان من لومن التأمين بتاعها عشان يعني يحلوا المشكله بتاعه الحادثه دي، فبتوافق لومن وبتدي ستان معلومات التأمين بتاعتها، وبالشكل ده بيكون ستان عارف هويه لومن كويس ومعلومات كتير عنها زي ما هو عاوز. بعد اللي حصل ده بتروح لومن لديكستر الفندق وبيبداوا بقى سوا يجهزوا الاوضه اللي هيقتلوا فيها كول، وبعد ما جهزوا الاوضه بيقرروا انهم خلاص يخطفوا كول ويقتلوه. بس المشكله انهم قبل ما يعملوا كده بيلاقوا ان كول معاه بنت في الغرفه وسهرانين سوا، فطبعا يعني بيقرروا ياجلوا قتله لتاني يوم لانه مش هينفع يقتلوه والبنت دي معاه. المهم تاني يوم بقى بيحضر ديكستر ندوة لجوردن تاني، وطبعا كان ديكستر بيراقب كول كويس قوي بحيث يعني لما كول يخرج من القاعة اللي هم فيها دي يمشي وراه ويخطفوا الغرفة اللي جاهزة عشان يقتلوه. لكن لما ديكستر بيمشي ورا كول وبيكون خارج من القاعة، جوردن بيشوفه فبيوقفه وبيطلعه على المسرح وبيفضل بقى يتكلم معاه، وطبعا كل ده بيأخر ديكستر جدا جدا. المهم في نفس الوقت ده بقى كانت لومن في الفندق مستنياه ديكستر عشان يخطفوا كول سوا للأوضة اللي هيقتلوا فيها. بس المشكله بقى ان كول بيشوف لومن حاليا فبيمشي وراها وبيدخل وراها الاوضه وبيفضل بقى يضرب فيها وبيكون هيقتلها. لكن قبل ما ينجح في اللي هو عاوز يعمله ده بيوصل ديكستر وبيضربه وبيبعده عن لومن، وطبعا بيربطه وبيواجهه بقى بكل المصايب اللي عملها. وبيسال بعدها ديكستر كول مين تاني كان بيساعده هو وبويد ودان في ارتكاب جرائم القتل دي، لكن كول بيرفض يقول اي حاجه، وساعتها ديكستر ولومن بيقتلوه. بعدها بقى بيقطعوا جثته وبيروحوا البحر عشان يتخلصوا منها. ولحد هنا الصراحه كل حاجه كانت تمام التمام. اللي مش تمام بقى اننا بنشوف ان ستان واقف دلوقتي في مكان قريب ليهم وعمال يصورهم، لان ستان بيراقبهم لسه بامر من كوين زي ما قلنا، ولسه الصراحه ما نعرفش ستان هيكتشف ايه تاني في ديكستر ولومن. في كل الاحوال بنسيب كل ده وبنروح لديبرا، واللي حاليا بتشوف ماريا بتتكلم في التلفزيون، وبتكون ماريا محمله فشل القضيه او يعني اللي حصل في الملهى الليلي لديبرا بالكامل. وبتكون ديبرا متضايقه الصراحه وخايفه ان انجل يدعم كلام ماريا قدام المسؤولين، لكن ديبرا مش بتفكر كتير لانها بتلاقي سيرة دلوقتي اتنقلت للاسم هنا، وبتعرف ديبرا حاليا ان اكيد سيرة هي اللي دعمت كلام ماريا قدام المسؤولين وشيلوها كل حاجه. وطبعا ده بيضايق ديبرا خصوصا انها كانت بتتعامل مع سيرة بطريقه كويسه وسيرة حاليا باعتها. لكن يعني ديبرا مش بتتكلم كتير وبتاخد بعضها وبتروح للارشيف انها تشتغل هناك فتره كعقاب على المشاكل اللي عملتها في اخر مهمه. وطبعا يعني كانت ديبرا متضايقه جدا لكنها مش بتقول اي حاجه وبتاخد بعضها وبتمشي. بعد كده بنشوف ان ديكستر بيقرب اكتر واكتر لجوردن وبيحضر معاه محاضرات فرديه، يعني ديكستر بيحضر لوحده مع جوردن من غير اي بني ادمين تانيين. وبنعرف ان ديكستر بيقرب لجوردن بالشكل ده عشان يعرف هل جوردن متورط فعلا مع كول ودان وبويد ولا لا، عشان لو متورط يعني يقتله، ولو مش متورط يسيبه في حاله. المهم ديكستر حاليا وبعد ما بيخلص الجلسه بتاعته مع جوردن بيسيبه جوردن وبيدخل ياخد دش، وبيشوف حاليا ديكستر عند جوردن سلسله كده فيها تميمه، والتميمه دي فيها دم، فبيعرف ديكستر على طول ان ده اكيد دم واحده من ضحايا جوردن. فبيقرر ديكستر انه هيبقى ياخد عينه من الدم ده وهيفحصها ويعرف بقى بترجع لمين بالظبط، وبالتالي لو يعني بترجع لواحده من الضحايا اللي ماتوا يبقى ده اكبر دليل ان جوردن متورط زيه زي كول وبويد ودان، وساعتها هيخلص منه. بعدها بقى بيتصل ديكستر على لومن عشان يعرفها كل اللي وصلوا لغايه دلوقتي، والعلم لومن حاليا كانت في بيت ديكستر وريتا اللي كانوا عايشين فيه زمان، لان ديكستر نقل لومن من الفندق للبيت ده. المهم اثناء ما كانت لومن بتكلم ديكستر بتعرفه ان في ناس بيحاولوا يدخلوا البيت، وفعلا الناس دول يا صديقي بيدخلوا البيت ولكن مش بيكونوا حراميه او كده، بل بيكونوا ستور بنت ريتا وواحده صاحبتها كده اسمها اوليفيا. في الوقت ده بيجي ديكستر بسرعه للبيت وبيقابل طبعا ستور، وبيلاقي ستور سكرانه خالص، وبيعرف ان ستور وصاحبتها اوليفيا هربوا من عند جد وجده ستور وسرقوا فلوس وجابوا خمره وشربوها والعياذ بالله، وجم على هنا من كتر التعب اللي عملوه. طبعا ديكستر بيتضايق من كل ده لكنه مش بيعاتب ستور وبيسيبها لتاني يوم ترتاح. وتاني يوم بقى بيروح ديكستر لعند جوردن مره تانية، والمره دي بيسرق من عند جوردن عينه دم من الدم اللي محتفظ بيه في التميمه زي ما قلنا، وبيقرر ديكستر انه يفحص الدم ده وهيعرف مين صاحبه الدم ده بالظبط. الفكره هنا بقى ان بمجرد ما ديكستر ماشي من عند جوردن بيلاحظ جوردن ان الدم اللي كان محتفظ بيه قل جدا، فبيعرف ان ديكستر سرق منه عينه. ولسه الصراحه ما نعرفش جوردن هيعمل ايه مع ديكستر،
بس المهم ديكستر نفسه بقى بياخد الدم وبيروح بيه للقسم وبيسيبه المسوكة عشان يعني يفحصه وبيمشي. بيروح بعدها ديكستر البيت وبيقابل لومين، لكن ديكستر مش بيلحق يرتاح لان بتجيله مكالمة من الشرطة لان جوز اوليفيا جه لهنا وعايز بنت مراته. فبيروح بقى ديكستر يقابل الشرطة ويقابل جوز اوليفيا وبيطلب منه ان هو يعني يسيب اوليفيا مع ستور لانهم لسه تعبانين، وان ديكستر يعني بعد ما يفوق شوية هيوصلهم بنفسه للبيت. فيوافق جوز اوليفيا وبيمشي. بعدها بيرجعوا كل البيت وبتقعد بقى لومين مع اوليفيا، وبالصدفة بتشوف لومين آثار تعذيب على جسم اوليفيا. فبتروح بقى لومين لديكستر وستور وبتسألهم على آثار التعذيب دي. فبتعرفهم بقى ستور ان جوز اوليفيا دايما بيعذب اوليفيا، وعشان كده اصلا اوليفيا كانت عايزة تهرب منه. طبعا كل ده بيعصب ديكستر جامد، فبناء عليه بيروح ديكستر لجوز اوليفيا وبيضربه علقة محترمة وبيعرفوا انه لازم يطلق اوليفيا ويبعد خالص عن اوليفيا وما يفكرش يأذيهم تاني والا ديكستر هيخلص عليه. طبعا بيتعلم جوز اوليفيا درس كبير جدا وبيوافق على كلام ديكستر من سكات. تاني يوم بقى بياخد ديكستر اوليفيا وبيوصلها للبيت وبيعرف من امها ان جوزها مشى خالص ومش هيرجع تاني، وده بيريح ديكستر لانه هيبقى مطمن ان المجنون ده مش هيأذي اوليفيا. بعدها بيروح ديكستر ستور وبنشوف ان علاقته بستور بتتحسن الصراحه شويه عن الاول، وده يعني بيكون مفرح ديكستر جدا. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان ديبرا بتنزل الارشيف تشتغل فيه زي ما قلنا قبل كده، والفكره انها وهي في الارشيف بتراجع على جرائم البنات اللي لقيهم اموات في البراميل، القضيه يعني صديقي بتاعت بويد وجماعته. وبتكتشف بقى ديبرا من الملف بتاع القضيه دي ان بويد ما كانش بيعمل الجرائم دي لوحده، وان في اثار لحمض نووي لناس تانيين على اجسام البنات اللي اتقتلوا. وبتعرف ديبرا كمان ان واحد من الناس دول هو كول مدير امن جوردن تشيس. طبعا بقى بتروح ديبرا وبتقول الكلام ده كله لانجل وبتطلب من انجل ان هو يخلي ماريا تفتح القضيه دي من جديد، لكن انجل لما بيروح لماريا بيرجع تاني لديبرا وبيعرفها ان ماريا رفضت. فبتتعصب جدا ديبرا وبتروح لماريا بنفسها وبتتخانق معاها، فبتعرفها ماريا انها تفتح القضيه خلاص. وبتعرفها كمان ان كوين كان عايز يأذي ديكستر ويقول انه هو كايلر باتلر صديق ترينتي. في الوقت ده بتتعصب جدا ديبرا من اللي عمله كوين، فبتروح لكوين وبتطلب منه يبعد عن اخوها تماما. فبيوافق كوين، وتعرف كوين فعلا بيقرر يعمل كده انه بيروح دلوقتي يقابل ستان. فبيعرفوا ستان بقى بالصور اللي صورها لديكستر ولومين وهما بيتخلصوا من حاجه في البحر، وواضح كده انهم بيتخلصوا من جثه او حاجه، بس كوين مش بيصدق ده وبيعرف ستان انه لازم يوقف بحث ورا ديكستر خالص. لكن ستان بيرفض وبيعرف كوين انه واثق ان ديكستر ده وراه حاجه كبيره، وعشان كده يعني هينخرب وراه كويس لحد ما يعرف ايه اللي وراه بالظبط. بعدها هيسلمه للشرطه، وده هيساعد ستان جدا في انه يرجع يختم في الشرطه بعد ما توقف بسبب ماريا زي ما قلنا قبل كده. في الاثناء دي بيوافق كوين على كلام ستان وبيعرف ستان انه هيشتغل على الموضوع ده من غيره، فبيوافق ستان وبيسيب كوين وبيمشي. بعد كده بقى يا صديقي تاني يوم بنشوف ديكستر مع لومين، وبيعرف لومين حاليا انه قدر يوصل لصاحبه الدم اللي كانت في التميمه بتاعت جوردن، وهو دم واحده ست كده اسمها ايميلي، والغريبه ان ايميلي دي مش ميته اصلا. طبعا بتتصدم لومين وبتعرف ديكستر انهم لازم يتكلموا مع ايميلي وهيعرفوا منها بقى اكيد حاجات كتير جدا عن جوردن. فبيوافق ديكستر وبيتفقوا على كده. بعدها بقى بيروح ديكستر الشغل، فبيلاقي ديبرا والكل متجمعين وبيتكلموا حاليا عن قضيه بنات البراميل، وبيقولوا ان في اكتر من مجرم في الجريمه دي مش بويد بس، وان المشتبه فيه الاساسي مع بويد هو كول، وعلى الاساس ده ديبرا وكوين هيوصلوا لكول وهيحققوا معاه. وفعلا بيروحوا ديبرا وكوين للشركه بتاعت جوردن وبيقابلوا هناك جوردن وبيسالوه عن كول، لكن جوردن بيعرفهم ان كول اختفى من فتره وما يعرفش مكانه. طبعا بيستغربوا ديبرا وكوين ومش بيعلقوا على كلام جوردن رغم انهم مش مرتاحين ليه، وبيسيبوه دلوقتي من سكات وبيمشوا. بعدها بقى بيروحوا ديكستر ولومين وبيقابلوا الست اللي اسمها ايميلي، وبيفضلوا بقى يسالوها عن جوردن عشان يعرفوا معلومات عنه، لكن الست دي بتكون مرعوبه اول ما سمعت اسم جوردن ومش بتقول اي معلومه. فبيسيبوها ديكستر ولومين وبيمشوا، وبيقرروا انهم يعني يوم تاني كده هيبقوا يجوا لهنا. المهم لما بيخلص ديكستر بقى بيروح مع ديبرا والكل لبيت كول عشان يفتشوه ويحاولوا يوصلوا له، لان طبعا يعني محدش يعرف ان ديكستر خلص عليه. المهم انهم لما بيروحوا بيت كول وبيفتشوه كويس بيلاقوا عند كول 13 اسطوانه، وكل اسطوانه من دول عليها رقم، وكل اسطوانه من دول برضو عليها فيديوهات لكول وبويد والكل وهم بيعذبوا البنات. وبيعرف ديكستر بقى ان الاسطوانه الاخيره رقم 13 اكيد عليها فيديوهات للومين وهي بتتعذب، فبيقرر ديكستر ياخد الاسطوانه دي عشان محدش يشوفها ويعرف اي حاجه عن لومين. بعدها بيروح ديكستر لماسوكا اللي كان معاه كل الاسطوانات، ومن غير ما ماسوكا ياخد باله بيسرق ديكستر الاسطوانه رقم 13 اللي عليها فيديوهات تعذيب لومين. وبيرجع بقى ديكستر للومين من تاني وبيديها لومين، واللي بتقعد تشوف الفيديوهات بتاعتها وهي بتتعذب، وطبعا بتكون متاثره بشكل مش طبيعي وبتصر اكتر على الانتقام من باقي جماعه بويد. بعد كده بقى بنشوف ان لومين بتروح لوحدها تاني يوم لايميلي، وبتطلب من ايميلي انها تعرفها عن جوردن وتعرفها يعني عمل فيها ايه بالظبط.
فبتقرر بقى ايميلي انها تقول كل حاجه، وبتقول بقى ايميلي انها زمان كانت معلمه بتدرس جوردن وكول ودان وبويد وواحد تاني اسمه اليكس. وفي الوقت ده كان جوردن شخص تخين كده وما كانش عنده ثقه خالص في نفسه، لكنه كان بيقدر يبيع الكلام حرفيا، وبالتالي قدر يقنع بويد ودان وكول واليكس انهم للاسف يتعدوا على ايميلي. وده اللي عملوه فعلا، لكنهم ما قتلوهاش وسابوها تعيش عادي جدا. بعد كده استمروا في اللي بيعملوه ده، وبقوا كمان بيزودوا على الموضوع انهم يقتلوا الناس بعد ما يعذبوهم. وبالشكل ده تكون لومن خلاص يا صديقي عرفت الحكايه كلها، وعرفت ان جوردن متورط، وعرفت كمان ان في شخص اسمه اليكس لازم برضه توصل له وتخلص عليه، لانه اخر واحد في المجموعه دي بعد جوردن. على ذكر اليكس بقى، فبنشوف حاليا ان ديبرا وكوين عرفوا ان اليكس ده يبقى صديق لبويد وكول وممكن يكون متورط معاهم، فبالتالي راحوا يحققوا معاه، لكنهم ما وصلوش منه لاي حاجه فسابوه ومشيوا. بعدها بنشوف ان جوردن بيروح يقابل ايميلي، واللي بتعرفه كل حاجه حصلت، وان لومن وديكستر بيدوروا وراه. وبنعرف ان ايميلي بتترعب من جوردن جدا، وبالتالي هي شبه خاضعه ليه وشغاله عنده، وعشان كده عرفته كل حاجه حاليا. المهم بعد كده بنشوف ان ديكستر ولومن بيتدربوا على الطريقه اللي هيقتلوا بيها اليكس، ان بالمناسبه لومن عايزه تقتل اليكس بنفسها عشان يكون اول واحد من الجماعه دي هي اللي تقتله، مش يعني ديكستر. الفكره بقى اننا بنشوف ستان حاليا بيراقبهم، وبنكتشف انه زارع كاميرات في بيت ديكستر، ومع المراقبه دي كلها ستان حاليا عارف ان ديكستر قاتل، وطبعا ده شيء خطير لسه ما نعرفش الصراحه توابعه. في كل الاحوال في نفس اليوم بالليل بتقتحم لومن ومعاها ديكستر بيت الاخ اليكس، وبيربطوه وبيواجهوه بقى بكل الجرائم اللي ارتكبها. بعد كده لومن بتخلص عليه بنفسها زي ما كانت يعني عايزه، وبالشكل ده بتنتهي كل جماعه بويد، ومش بيتبقى منهم اي حد غير جوردن، ولسه ما نعرفش الصراحه ديكستر ولومن هيعملوا فيه ايه. المهم في الايام اللي بعد كده بقى بيلاحظ ديكستر ان في حد بيراقبه، وطبعا الحد ده زي ما قلنا هو ستان. ده غير ان ديكستر بيكتشف بقى كاميرات في بيته، وكل ده بياكد له ان في حد بيراقبه وعارف حياته كلها، بس ما بيكونش ديكستر عارف مين اللي بيراقبه بالظبط. لكن طبعا يعني بيقرر يعرف مين ده بالظبط، فبالتالي بيروح ديكستر للقسم وبيبحث عن الادوات اللي كان بيتراقب بيها، وبيشوف بقى مين اللي سحب الادوات دي. وبيكتشف هنا ديكستر ان اللي سحبها هو كوين، اللي بالمناسبه ستان سحب الادوات دي من الاسم باسم كوين. وحاليا بيعرف ديكستر ان كوين هو اللي بيراقبه، ولكن بشكل فردي من غير اي تدخل من السلطات، يعني لغايه دلوقتي كوين بس في دماغ ديكستر هو الوحيد اللي عارف كل حاجه عنه. المهم ديكستر بقى في مره بيروح بقى يقتحم العربيه اللي بتراقبه دي ويواجه يعني كوين، وفعلا بيروح ديكستر للعربيه دي وبيقتحمها، فهوب بيجي له ستان من وراه وبيكهربه لحد ما ديكستر بيغمى عليه، وبيحطوا بعدها ستان في العربيه وبيمشي. بعد كده بقى بيفوق ديكستر، فبيقف بقى ستان في مكان كده على جنب وبيكلم كوين، وبيطلب من كوين ان هو يجيله في المكان اللي هو فيه عشان يعني يقبض على ديكستر بسبب كل ستان عرفوا عنه. بعد كده ستان بيروح يتكلم مع ديكستر، وبيعرف ديكستر انه كان بيراقبه بقاله فتره طويله وعارف كويس قوي انه مجرم، وبيطلب ستان دلوقتي من ديكستر انه يعترف بالادب بكل الجرائم اللي ارتكبها. بس طبعا ديكستر مش بيعمل كده، وبيسال ستان هو بيعمل كل ده ليه. فبيعرفوا ستان انه كان عاوز يرجع لشغله في الشرطه، وبالتالي انت يا ديكستر التذكره بتاعتي اللي ترجعني للشغل. في الوقت ده بيقول ديكستر لستان انه مش هيعترف باي حاجه، وبدون مقدمات ديكستر بيضرب ستان، وبيفضلوا الاثنين يضربوا في بعض لحد ما ديكستر بيقدر يخلص على ستان تماما. بعدها ديكستر بيكون هيهرب من المكان، لكن قبل ما يعمل كده بيلاقي كوين جاي، فبيفضل مستخبي، وبيجي كوين دلوقتي عند العربيه وبيفضل يحاول يوصل لستان لكن بيفشل، فبياخد كوين بعضه وبيمشي من غير ما يعرف ان ستان مات وان ديكستر في العربيه وهو اللي قتله. في كل الاحوال في نفس الوقت ده بنشوف يا صديقي ان لومن بتجيلها مكالمه من ايميلي، بتعرفها ايميلي حاليا ان جوردن كلمها وانه يعني جاي يخلص عليها وانها لازم يعني تحميها. فبتقلق لومن على ايميلي وبتروح لها، فبتلاقي ستان بقى عندها، وحاليا بيقرر ستان يقتل لومن، لكن ايميلي بتطلب منه ما يعملش كده، وبتقول له ايميلي انها اتفقت معاه تجيب له لومن بس ما اتفقتش انهم يقتلوها. لكن جوردن ولا بيسمع لايميلي، وبيفضل بقى يضرب في ايميلي لحد ما بيقتلها. بعدها بيخطف جوردن لومن وبيمشي، ووسط كل ده بتبعت لومن لديكستر رساله صوتيه بتعرفه كل اللي حصل. تاني يوم بنشوف ديكستر بيخرج من بيته وبيركب عربيته، في الوقت ده بيتكلم مع جوردن وبيطلب من جوردن ان هو يرجع لومن، لكن جوردن مش بيوافق تماما وبيقفل معاه. وبنشوف على فكره صديقي ان جوردن خاطف لومن في شنطه عربيته وماشي بالعربيه في طريقه لمكان كده يروحوا يستخبوا فيه، خصوصا ان في نفس الوقت ده بنشوف ان ديبرا وكوين بيدوروا على جوردن، انهم اكتشفوا انه متورط مع بويد وجماعته. المهم بقى ان اثناء ما كان جوردن ماشي في طريقه بيقف في اشاره كده، وبيجي واحد بيبيع حاجات في الاشاره وبيطلب ان هو يتصور معاه، لكن جوردن بيرفض وبيمشي على طول. الشخص ده بقى بيسمع صوت حد في شنطه العربيه بتاعت جوردن وبيكون مستغرب جدا، فبيقرر ان هو يبلغ عن المكان اللي شاف فيه جوردن، بحيث يعني لو جوردن خاطف حد كده او كده يتحاسب. اما ديكستر بقى
فبنشوف ان بيعمل مكالمه مع شخص شغال في الحي وبيطلب منه يعمل له حصر بكل ممتلكات جوردن، لان ديكستر واثق انه هيلاقي جوردن في واحده من الممتلكات بتاعته. بس عموما بعد شويه من كل ده بيجي بلاغ بقى للكل بان ستان اتقتل. ساعتها بقى بيشك كوين ان ديكستر ليه يد في قتله، لكنه طبعا مش بيقول كده. وبيروح بعدها ديكستر وكوين وماريا والكل لعند ستان وبيفحصوا موقع الجريمه وكل الكلام ده. وطبعا يعني محدش يعرف مين القاتل، ولا حد يعرف ان ديكستر هو القاتل او حتى حد بيشك فيه. في المجمل بتيجي مكالمه لديكستر من الموظف بتاع الحي واللي بيعرفه حصر ممتلكات جوردن بالكامل، واللي منها بقى بيقرر ديكستر ان هو يفكر ممكن جوردن يكون فين دلوقتي. على ذكر جوردن بقى، فبنشوف جوردن حاليا في بيت كده من بيوته مع لومن وعمال يعذب فيها، وطبعا لومن بتقاوم وبتحاول تهرب، فبنسيبهم كده زي ما هم وبنروح لديكستر، واللي دلوقتي بيقدر يحدد المكان اللي ممكن يكون جوردن فيه، وبياخد عربيته وبينطلق في طريقه للمكان ده. بس المشكله ان ديكستر لما بيقرب على المكان ده مش بياخد باله وبيعمل حادثه والعربيه بتتقلب بيه، لكن ديكستر بيقدر يخرج منها. بس قبل ما يروح لاي حته فجاه بيجيله جوردن وبيثبته بمسدس، وبياخدوا جوردن بقى لنفس المكان اللي خاطف لومن فيه. وبيقرر جوردن انه هيقتلهم هما الاثنين، لكن جوردن مش هيلحق يعمل كده لان ديكستر بيجيب سكينه وبيرشقها في رجل جوردن وبيصيب اصابه خطيره جدا. بعد كده بقى بيقدر ديكستر ان هو يسيطر على جوردن وبيربطه وبيفك لومن اللي بنفسها بقى بتقتل جوردن. ولحد هنا تمام التمام. اللي مش تمام بقى ان ديبرا بتقابل الشاب اللي قلت لك انه شاف جوردن وبتساله بقى على المكان اللي شاف جوردن ماشي منه، ومن كل ده بتقدر ديبرا تحدد مكان جوردن فبتروح على هناك. بس لحسن الحظ ديكستر ولومن بيكونوا خدوا جثه جوردن ومشيوا ومش بتقدر ديبرا تشوفهم. بعد كل ده بقى بيروحوا بقى للبحيره وبيتخلصوا من الجثه زي ما بيعملوا دايما، وبالشكل ده بيكون انتقام لومن وديكستر من بويد وجماعته انتهى بقتل اخر فرد من الجماعه المختله دي، الا وهو جوردن. بعد بقى ما خلصت الليله، تاني يوم بيقعد ديكستر مع لومن وبيسالها هل ناويه يعني تعمل حاجه مختلفه، او يعني بمعنى صح ناويه على ايه دلوقتي. فبتعرفوا لومن انها كانت عاوزه تخلص وتنتقم من كل اللي اذوها، وخلاص هي قدرت تعمل ده بفضل ديكستر نفسه. وبتعرفوا بقى لومن ان بالشكل ده مهمتها ووجودها هنا في ميامي انتهوا، وخلاص هترجع لعيلتها تعيش معاهم في امان وسلام. في الوقت ده بيتضايق ديكستر جدا لانه حب لومن جدا وكان نفسه يعني انها تفضل عايشه معاه، فبيطلب ديكستر منها انها تفضل عايشه معاه وما تتخلاش عنه. لكن لومن بتعرفه انه قاتل متسلسل وانه هيفضل يقتل دايما ومش هيبطل، وهي مش هتستحمل القتل ده كله مدى الحياه، لانها هي كمان مش قاتله، هي كانت عاوزه تنتقم من اللي اذوها وبس، وده حصل، لكن مش هتقدر تعيش مع حد بالحياه الغريبه دي. في الوقت ده بيتضايق ديكستر لكنه بيقرر انه مش هيضغط على لومن وهيسيبها براحتها. بيعرفها ديكستر انه مش هينساها ابدا، فبتتاثر لومن وبتودع ديكستر وهم عارفين كويس انهم مش هيتقابلوا تاني غالبا. وفي كل الاحوال بقى في المشهد الختامي بنشوف ان لومن بعد ما مشيت رجع ديكستر لحياته العاديه، وحاليا مثلا ديكستر بيحضر عيد ميلاد هاريسون ابنه الاول، لان هاريسون لسه تمام سنه، وكان مع ديكستر دلوقتي في العيد ميلاد الكل زي ديبرا وكوين وانجل وماسوكا وماريا والكل. وبيكون ديكستر سعيد جدا ان عنده عيله، ولو خسر لومن فهو ما خسرش عيلته دي كلها، وده المهم بالنسبه له. ومع النقطه دي بينتهي الموسم. ولو فاكر يا صديقي ان النهايه عشان كانت سعيده، فديكستر خلاص هيعيش حياته عادي جدا ويقتل في الناس المجرمه زي ما هو كده وكله هيبقى تمام التمام. احب اقول لك انك لازم تفكر تاني، لان في مصايب بشكل مش طبيعي هتشوفها في الموسم الجاي، لان لا ما تفتكرش ان المسلسل خلص على كده، فاستنى لان الموسم الجاي كبير وحواره كبير جدا وفي مشاكل اكتر من كده بكتير. ومع الوقت بينتهي الموسم، ولا اتمنى يكون عجبكم. وبس كده، سلام.